السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب حبايبي، طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض الجزء الثاني من الدرس الثالث في مفهوم التكيف والبقاء، وهنشرح درس تكيف النباتات. فيلا بينا. أي نبات بيتكون من 3 أجزاء: جذر وساق وأوراق، لكن شكل وتركيب الأجزاء دي بيختلف من نبات للتاني. طب ليه؟ لأن كل نبات بيعيش في بيئة مختلفة، وبالتالي بيواجه مشاكل وصعوبات غير اللي بيواجهها النبات التاني. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى أنعم على كل نبات بتكيفات خاصة بتساعده على إنه يعيش في الظروف دي. فمثلا شكل شجرة المنجروف مختلف عن شكل زهرة اللوتس، مختلف عن شكل شجرة الصنوبر. فكل نبات من دول ليه ظروف بيئية مختلفة وبالتالي تكيفات مختلفة. فتعالوا بقى نتكلم عن أول نبات، وهنتكلم عن شجرة المنجروف بالتفصيل. أول حاجة لازم نعرفها عن شجرة المنجروف وهي إنها بتعيش في المية المالحة، فعلشان تقدر تعمل بناء ضوئي وتغذي نفسها فربنا أنعم عليها بقدرة مميزة جدا، هي إنها بتقدر تحول المية المالحة إلى مية عذبة. ليه؟ علشان تقدر تعمل بناء ضوئي وتغذي نفسها، فبالتالي ده اسمه تكيف تركيبي. تاني حاجة جذورها طويلة جدا، وده بيساعدها على ايه؟ بيساعدها انها تصمد قدام الامواج القوية، علشان هي في مية مالحة وبالتالي الامواج فيها قوية، وده تكيف تركيبي. يبقى كده شجرة المنجروف بتعيش فين؟ بتعيش في المياه المالحة. ايه التكيفات التركيبية اللي ساعدتها على انها تعيش في البيئة دي؟ انها بتقدر تحول المية المالحة الى مية عذبة، وكمان لديها جذور طويلة بتساعدها على الصمود. لو جه بقى سؤال وقالك الجذور الطويلة لشجرة المنجروف تعتبر تكيف ايه؟ الإجابة تكيف تركيبي، لأنها موجودة في تركيب النبات بتخليه يقدر يعيش في البيئة، فعلشان كده تكيف تركيبي. تاني نبات وهو زهرة اللوتس. بيئتها زهرة اللوتس بتعيش في المستنقعات، والمستنقعات دي أراضي منخفضة بيتجمع فيها المية، والمية في المستنقعات بتبقى راكدة وثابتة مش بتتحرك زي الأنهار. فوسط المية الراكدة دي بتشوف زهرة اللوتس، وهي أوراقها الكبيرة العريضة، وأوراقها الكبيرة العريضة بتطفو على سطح الماء. ليه؟ علشان تقدر تستقبل أكبر قدر من ضوء الشمس، لأن ضوء الشمس مهم جدا جدا للنبات علشان يعمل عملية البناء الضوئي، وعملية البناء الضوئي دي هي اللي بتخلي النبات يصنع لنفسه الغذاء وينمو. وأوراقها العريضة دي تعتبر تكيف تركيبي. يبقى كده زهرة اللوتس بتعيش فين؟ بتعيش في المستنقعات. ايه التكيفات التركيبية اللي بتساعدها؟ أوراقها عريضة لاستقبال أكبر قدر من ضوء الشمس علشان عملية البناء الضوئي، وعلشان تكون الغذاء وتنمو. لما يجي بقى سؤال مهم ويقولك علم: أوراق زهرة اللوتس عريضة وتدفو على سطح الماء. ليه أوراق زهرة اللوتس عريضة وتطفو على سطح الماء؟ علشان تساعدها على امتصاص قدر كبير من ضوء الشمس
اللازم لعملية البناء الضوئي وتكوين الغذاء والنبات ينمو. يبقى كده دي زهرة اللوتس. تالت نبات وهو شجرة الصنوبر. بيئتها شجرة الصنوبر بتعيش في المناطق الثلجية الباردة. التكيفات التركيبية اللي بتساعدها على البقاء هو إنها شكلها مثلث، يعني فروع الشجر متوزع على شكل مثلث. طب إيه الهدف من ده؟ علشان لما التلج بينزل عليها ما يتراكمش، لأن التلج لو اتراكم ممكن الفروع تتكسر، فعلشان كده شكلها بيبقى مثلث. تاني حاجة الأوراق على شكل إبر اللي هي يعني أشواك، والأوراق صغيرة جدا وزي كده الأشواك. طب ده بيساعدها على إيه؟ بيساعد الشجرة إنها تقلل فقد الماء. ممكن حد يسأل ويقول طب هي عايشة في التلج يعني في مية كتير، طب هي ليه أوراقها صغيرة؟ لأن في فرق كبير بين التلج والمية السائلة. النبات بيبقى محتاج المية السائلة، فعلشان كده لازم يحافظ على المية اللي جواه، لأنه مش هيقدر يستخدم التلج مباشر. علشان كده لازم يحافظ على المية ويقلل فقدها بقدر الإمكان. يبقى كده شجرة الصنوبر أين تعيش؟ بتعيش في المناطق الثلجية الباردة. إيه التكيفات التركيبية اللي بتساعدها على البقاء؟ شكلها مثلث ليسمح بانزلاق الثلج، وأوراقها إبرية لتقليل فقد الماء. يبقى كده دي شجرة الصنوبر. رابع نبات وهو شجرة النخيل. والبيئة بتاعت شجرة النخيل إنها بتعيش في الصحراء الجافة. طب إيه بقى التكيفات التركيبية اللي بتساعدها على البقاء في بيئة حارة وجافة؟ جذورها سميكة وقوية علشان تثبتها في التربة قدام الرياح الشديدة في الصحراء، لأن الصحراء الهواء فيها شديد جدا، فعلشان كده لازم تكون في حاجة تقدر تثبتها في التربة. تاني حاجة أوراقها صغيرة. ليه؟ لتقليل فقد الماء، علشان الصحراء جافة وما فيهاش أمطار كتير، وكمان ما فيهاش مية، فلازم تكون أوراقها صغيرة للحفاظ على الماء. يبقى كده دي شجرة النخيل. بتعيش فين؟ بتعيش في الصحراء الجافة. ايه التكيفات اللي بتساعدها؟ جذورها سميكة وقوية. ليه؟ علشان تثبتها في التربة قدام الرياح الشديدة في الصحراء، وأوراقها صغيرة لتقليل فقد الماء في البيئة الجافة والحارة. يبقى دي شجرة النخيل. خامس نبات وهو التين الشوكي. وبيئته هو إنه بيعيش برضو في الصحراء الجافة. إيه بقى التكيفات التركيبية اللي بتساعده على البقاء؟ هو إن أوراقه تحولت إلى أشواك حادة. ليه؟ لتقليل فقد الماء وحماية النبات من الحيوانات اللي ممكن تاكله، فعلشان كده أوراقه اتحولت إلى أشواك. ولديه غطاء خارجي سميك وساق خشنة. ليه؟ علشان تساعده على تقليل فقد الماء، لأن برضو الغطاء الخارجي برضو بيساعده على تقليل فقد الماء. يبقى لو جه سؤال وقالك علم أوراق التين الشوكي تحولت إلى أشواك. ليه أوراق التين الشوكي تحولت إلى أشواك؟ لتقليل فقد الماء وحماية النبات من الحيوانات. إيه بقى الاستنتاجات اللي احنا استنتجناها من كل النباتات دي؟
هو إن كل نبات بيختلف في شكل ساقه وجذوره وأوراقه تبعا لإيه؟ تبعا للبيئة اللي هو عايش فيها. فمثلا شجرة المنجروف تكيفت مع الملوحة، وزهرة اللوتس تكيفت مع المستنقعات والمياه الراكدة، وشجرة الصنوبر تكيفت مع المناطق الثلجية، والنخيل والتين الشوكي تكيفوا مع الصحراء الجافة. إذا اختلاف الظروف البيئية أدى إلى اختلاف التكيفات التركيبية للنباتات، علشان كده كل نبات بيختلف عن التاني بسبب اختلاف البيئات. لو جه سؤال وقالك ماذا يحدث لو استبدلنا أوراق النبات الصحراوي الصغير بأوراق عريضة؟ إيه اللي هيحدث لو استبدلنا الأوراق الصغيرة بأوراق عريضة؟ الأوراق العريضة هتفقد كمية كبيرة من الماء بعملية النتج، وبما إن الصحراء ما فيهاش مية تعوض الفقد ده، بالتالي النبات هيجف ويموت. سؤال تاني، ماذا يحدث إذا انتقل النبات من بيئة إلى بيئة مختلفة؟ في البداية هيحاول يتكيف مع الظروف الجديدة، ولو معرفش يتكيف بالتالي النبات هيموت. وبكده نكون وصلنا لنهاية شرح الدرس الثالث، وإن شاء الله قريب جدا هينزل ليكم فيديو جديد في حل أسئلة كتاب الأضواء على الدرس الثالث علشان تراجعوا وتثبتوا المعلومة أكتر. استنوني في الفيديو الجاي، وإلى اللقاء في فيديو آخر.